اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعليه افضل الصلاه والسلام. اليوم غنحضر معكم اسرع واسهل مكاين يمكن توجديه في هذه الحراره، لذيذه بزاف، المكونات كلها عندك في البيت. غنحضر معكم احسن بسبوسه على شكل كيكه، صراحه الله كتجي روعه. نتمنى الاعجاب ديالكم. ودابا غندوزو لطريقه التحضير والمقادير، خليكم معايا ما تشوفين. السلام عليكم اختي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتوا مزيان؟ في امان الله. تحياتي لجميع الاصدقاء داخل المغرب خارج المغرب، كنشكركم بزاف على الحضور ديالكم وعلى الدعم ديالكم، شكرا لكم جميعا، تحياتي لكم. المهم اليوم بغيت نحضر معكم واحد بسبوسه كيكه، صراحه الله ماشي بحال البسبوسه اللي فايت حضرت معكم. اسهل واسرع ما يمكن توجديه في هذه السخانه وهذه الحراره اللذيذه بزاف، المكونات كلها عندك في الدار. كما كتشوفوا غندوزو لطريقه التحضير والمقادير. عندي هنا 2 بيضات، عندي 3 الكؤوس العنبه ديال السميده، عندي كاس ونص الحليب على درجه المطبخ، عندي كاس ديال الزيت ما عامرش، عندي كاس السكر ما عامرش. اللي كيبغي الحلاوه يدير كاس، المهم انا درت غير نص كاس. قال لك شربيها مع اتاي ولا مع القهوه كتجي هي هذيك. وعندي هنايا خماره الفانيلا، وعندي هنا 2 خمارات عاديين ديال 7 غرام، المهم 7 غرام. وعندي هنا غنحتاج 2 معالق ديال الدقيق الابيض. ودابا غنبداو بسم الله على بركه الله. المهم غنزينها، التزيين غيكون من نفس الخليط. خليكم معايا متشوفين، ومرحبا بكم، الف مرحبا. بسم الله. اول حاجه كنضيفوا البيض كما كتشوفوا، 2 بيضات على درجه المطبخ، وكنحركو مزيان. بسم الله. كنضيف واحد القبيصه ديال الملحه وغنحركوها بسم الله على بركه الله. بحال البسبوسه صراحه الله لذيذه بزاف وزوينه، المكونات كلها كتوجد في الدار، صراحه الله كتجي زوينه بزاف ولذيذه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى يعجبكم. بعد ما كنخلطوا البيض مزيان كنضيفوا كاس السكر ديالنا حتى هو. اي مكون ضفناه ضروري خصنا نخلطوا مزيان المكون حتى دمجنا مع المكون الاخر. ممكن نحركوا هذا البيض مع هذا السكر حتى يندمج مع بعضياته. وما كنخلط غير بالخلاط اليدوي خوتي كما كتشوفوا. المهم هنا غنضيف عاوتاني كاس زيت حتى هو، المهم كاس ديال العنبه بنفس الكاس كنعبر، كتجي لذيذه وبزاف صراحه الله. انا متاكده غادي تعجبكم، تصلح للكوطي في الحراره، يمكن لكم توجدوها بسرعه، ما كتاخذش الوقت بزاف. ومن بعد كنضيف كاس ونص ديال الحليب على درجه المطبخ حتى هو. درت كاس وهذا كاس ونص كما كتشوفوا. عاوتاني كنخلط المقادير ديالي مزيان حتى تندمج مع بعضياتها. بسبوسه لذيذه بزاف صراحه الله، مقادير موجوده في كل دار، لكم توجدوها بسرعه، كتجي خفيفه. وهنا يا خوتي غنضيف الفانيلا هي الاولى. اللي ما بغاش يدير فانيلا وبغى يدير القشور ديال حك حامضه ويدير القشور الحامض ويديرها بمذاق الحامض، كتجي زوينه صراحه الله. وهنايا غنضيفوا الكؤوس ديالنا ديال السميده. الكاس الثاني وغنحرك. ثلاثه الكؤوس ديال السميده ضفت كما كتشوفوا بنفس القياس. وهنايا غنحيد منها، انا نحيد لها تزيين من نفس الخليط كما كتشوفوا، نحيد واحد 8 معالق. هذا التزيين غندير معاه الكاكاو، غنخليه هنا على جنب. دابا غنضيف الخمارات ديالي. المهم هذا التصوير كما كيقولوا على قد الحال، ما جبتش معايا الكاميرا ديالي يقبلوا عليا. المهم هنا وغنزيد ندمجها بواحد 2 معالق ديال الدقيق الابيض، هانتوما يكون عندي مغربل من قبل. وهذه هي المكونات اللي عندي. صافي وغندخلها للفران على درجه الحراره 180
المهم الفران كل شاعل من فوق ومن تحت. بعد ما خلطنا المقادير ديالنا ها نتوما كتشوفوا هذا هو الخليط ديالنا. دابا غنجيبوا اللاطه ديالنا. المهم انا دهناها بالزبده هنايا ومدردره لها السميده. المهم اللاطه تكون شويه ثقيله ونخويو فيها الخليط ديالنا. ضروري خصني راني سمحوا لي كنصور بيض ونخلط بيض كما كتشوفوا. بعد ما خويت الخليط ديالي البسبوسه ديالي صراحه الله بسبوسه ولا اروع كتجي. دابا غندوزو للتزيين. كما كتشوفوا هنايا عندي داك الخليط اللي خليت غنضيف معاه الكاكاو. ندير معاه ثمن واحد معالق ديال الكاكاو وغنزيد شي شويه ديال الحليب باش الخليط ديالي يتخلط لي مزيان. كما كتشوفوا هنا كنضيف واحد شويه د الحليب ماشي بزاف ثمن معلقه باش الخليط ديالنا يجري شي شويه صافي. وغنخلطوا الخليط مزيان. دابا غنبداو التزيين ديالنا. وما انا غنزين غير بهذه الطريقه هذه بنفس درت غير في ميكا بغاش تخرج دابا غنزين بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. غندير دويرات كتجي بحال مزوقه بحال شكل جليجه حلوه ديال الرخامه. حنا كنقضيو باللي كان عندنا في الدار نتوما قبلوا علينا. دابا غنزوقوها بحال هاد الطريقه هذه. دابا غنديروا العكس عاوتاني. المهم الفران راه عندي كيسخن درجه الحراره 180 صافي. دابا غندخلها للفران. هنا غنضيف شي شويه ديال الشكلاط اسود كما كتشوفوا لي زوقت به. ندير شي نقيطه هكا بيضاء عليها فوق صافي. ان شاء الله غنوجدها وغنوريها لخوتي كيف جات. كما كتشوفوا اخوتي بعد ما خرجنا الكيكه ديالنا من الفران البسبوسه ها نتوما كي كتجي. وهذا الشكل ديالها النهائي صراحه الله كتجي غزاله وزوينه بزاف بزاف. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ها نتوما يا سلام. المهم التزويق بغيتو تزوقوها زوقوها بغيتو تخليوها هكا خليوها. المهم كيرجع لكم الاختيار. المهم اليوم انا غندير لها انا بغيت ندير لها شويه ديال العسل بحال هكا ولا عندكم مربى المشماش ديروه. المهم اي حاجه عندكم متوفره في الدار ديروها. صراحه الله كتجي زوينه. ونخليها تشرب شي شويه هاد العسيله وغنقطعها معاكم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. صراحه الله كتجي زوينه بزاف روعه. كنتمنى البسبوسه ديالي تنال الاعجاب ديالكم. كتجي رطبه ما كتجيش قاصحه صراحه الله كتجي زوينه. المهم كندهنها هكا كامله انا بهاد العسل وغنخليها تشرب شي شويه وغنقطعها مع خوتي وغنوريكم البسبوسه ديالي كيف جات. كنتمنى تعجبكم. المهم هانتوما الشكل ديالها يعني انا خليتها هكا بهاد الطريقه بهاد الشريطات هكا باش تشوفوها كي جات. هانتوما صراحه الله زوينه روعه روعه صراحه الله. احسن ما كاين احسن ما يمكن لكم توجدوا الكاسكروط خفيف ظريف صراحه الله سهله وبسيطه. مكونات موجوده في كل دار. دابا غنقطعها معكم خليكم معايا مشوفين. دابا خوتي غنقطعها معكم يا بسم الله على بركه الله. صراحه الله رطبه ما تقولوش بسبوسه بحال اللي كيكه صراحه الله غزاله. انا هنا عندي التفصيل فيه اللاطه ديالو من تحت. وكما كتشوفوا اخوتي ها نتوما البسبوسه ديالي هي اللي كتجي صراحه الله كتجي غزاله. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كنتمنى تعجبكم. ها نتوما صراحه كما كتشوفوا صراحه الله ما قاصحاش يعني بحال شكل بسبوسه ولكن هي بحال شكل كيكه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله ما قاصحاش وغزاله كتجي. ها نتوما رطبه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وهذا هو الفيديو ديالنا لهذا النهار وهذه هي البسبوسه ديالنا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف ومع السلامه والى فيديو مقبل ان شاء الله.